في حد ممكن يكون مؤثر جدا ويقدر يقنع الجمهور انه يتبنى رؤى ويتبنى مواقف ويتبنى افعال ويقدر يشتري المنتج بتاعه، وليه حد تاني صوته مش قادر يعمل ده. لان في كتير من المتحدثين فاكرين بس ان هو لازم ان انا اتكلم ويكون عندي كلمات قوية بس. لا، لازم يكون عندك كلمات قوية، صوت واثق، صوت مدعم، صوت كمان يقدر يأثر على الجمهور، يقدر يحكي قصة، يعيش الجمهور في قصة. ده لو حتى أنا بيزنس مان أقدر أعيش الجمهور في قصة. يس، ستيف جوبز كان بيعيش الجمهور بتاعه في قصص كتير قوي. أوبرا وينفري وهي مذيعة مشهورة كانت بتعيش الجمهور بتاعها في قصص كتير قوي. لو جينا لأوباما وهو ستار في الكلام كان بيعيش الجمهور الأمريكي في قصص كتير قوي وهو بيتكلم. ماكرون كان يقدر يتكلم بطريقة أدبية يقدر يلمس القلوب. فلو جينا نشوف الناس الستارز في الكلام هنقدر نشوف ان هم بيوصلوا قصة. لو جيت تشوف حد انت بتحبه هتشوف ان صوته مقنع ليك لانه بيعرف يحكي قصة، صوته بيعرف يتلون تباعا للكلمات اللي بيقولها، صوته بيقدر يأثر عليك، بيقدر يخليك تاخد اكشن، بيقدر يخليك تتبنى مواقف. عشان صوتك يكون كاريزمي وانت بتتكلم قدام الجمهور لازم يكون في مكونات اكبر من الثقة بالنفس وحدها. مش الثقة بالنفس وحدها هي اللي بتصنع الكاريزما، الحضور بيصنع الكاريزما، الكريديبيليتي المصداقية بتصنع الكاريزما.